طيب كهربا خلاص يعني يعتبر دخل في مرحلة التمرد على النادي الأهلي. خرج من تشكيلة مارسيل كولر خلال الماتشين اللي فاتوا، وطبعا أصبح من الخيارات الأخيرة بالنسبة لمارسيل كولر توهج وسام أبو علي وتصدره قائمة هدافي الدوري المصري هذا العام. خلت كهربا في المؤخرة الخاصة باهتمامات مارسيل كولر بالنسبة للمهاجمين. يعني كهربا بصراحة ضيع نفسه، كهربا بوظ نفسه، كهربا بقى عايش على قصة اللقطة والترند، بقى شايف ان الجمهور هيتأثر باللقطات اللي كانت بتحصل في نادي الزمالك، ولكن النادي الاهلي او جماهير النادي الاهلي يا كهربا عاوزة لعب، عاوزة كورة، عاوزة هجمة، عاوزة اي حاجة تلفت النظر، مش مجرد لقطات بتتعمل عشان خاطر تكسب تعاطف الجماهير. فكده كهربا في عرض متقدم له من نادي زد علشان خاطر ينتقل ليه على سبيل البيع النهائي مش الإعارة. دي نقطة. النقطة الثانية، كهربا مش هيروح لأي نادي في الدوري المصري. أبلغ وكيله بشكل رسمي إن هو يدور له على عرض في أحد أندية الدوري السعودي أو أندية الدوري القطري، علشان خاطر هو عايز يستمر في الاحتراف، ويعني شايف إن مشواره لسه قدامه شوية علشان خاطر يستمر في قصة الاحتراف. طبعا عارفين ان هو كان في الاتحاد السعودي وبعدين رجع على النادي الاهلي، وبعدين قصص تانية كتير كده يعني. فكهربا يعتبر في حالة تمرد دلوقتي، مش عاجبه اللي بيحصل معاه داخل النادي. شفناه الماتش اللي فات كان بيتمرن بشكل يعني في رعونة وعدم اهتمام وقلة خبرة من لاعب دولي زي كهربا. فالفترة اللي جاية ممكن نشوف كهربا خلاص بره النادي الأهلي. النادي الأهلي فيه كلام إن هو بيتفاوض مع عمر فرج، المهاجم الفلسطيني الأصل، السويدي الجنسية الحالي، بيلعب في أيك السويدي. ممكن نشوفه يكون صفقة مهمة جدا جدا، يقدر يسند وسام أبو علي في الفترة اللي جاية عشان خاطر ما يتمش استنزافه في البطولات اللي داخل عليها النادي الأهلي.